السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا بنات قلت هعمل كيكة الهوز، ولازم أصور لكم الطريقة إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. أول حاجة جبت طبعا جبت من عند العطار ب10 جنيه كده اللي هو الكاكاو الخام، كان بيديكي كمية حلوة، يعني بتعملي منها مرة واحدة بس. تمام. وجبت نص كوباية زيت على نص كوباية سمنة. تمام، نص كوباية ونص كوباية، يعني كوباية وربع كده زيت على سمنة. تمام. وكوباية ونص سكر، يبقى كوباية وربع زيت على سمنة، وكوباية ونص سكر، وكوبايتين دقيق علشان هعمل الصينية الكبيرة. تمام. وطبعا نص كيلو اللبن. زي ما انتوا شايفين كده. رحت بقى جبت السمنة وحطيتها، وحطيت عليها السكر اللي هو الكيلو ونص، كوباية ونص سكر، وقلبتهم مع بعض بالخلاط في الهاند بلندر، وحطيت عليهم كمان 4 معالق من الكاكاو الخام. تمام. وبعد كده خلطتهم بالخلاط ولحد ما يتجانسوا كده. وشايفوا الخليط، زي ما انتوا شايفين كده الخليط قدامي. طبعا نقصت منه كوباية. تمام. وبدأت احط بقى 3 بيضات وفانيليا والبيكنج باودر، وحطيت عليها كمان كوبايتين الدقيق اللي احنا قلنا عليهم. بعد كده جبت بقى كوبايتين الدقيق وبيكنج باودر وفانيليا والثلاث بيضات، وكمان عليها سنه صغيره كده خل، بس ما نكترش، يعني هي زي قد معلقه الشاي كده. تمام. على الخليط اللي هو الباقي اللي انا خدت منه كوبايه الشوكولاته. تمام. وبعد كده طبعا بتضربيهم بالخلاط، وبيطلع عندك زي قوام كده اللي هو قوام زي قوام الكيكه كده اللي احنا بنعملها العاديه. زي ما انتم شايفين اهو. بعد ما خرجتها من الفرن دخلت على درجه حراره 200، وقعدت ساعه، لا ساعه الا ربع، يعني انا عشان يعني النار عندي مش عاليه قوي، فبتقعد ساعه الا ربع عندي في الفرن. انتوا برضو على حسب ما انتوا بتعملوا الكيكه العاديه خالص، يعني احسبوا لها وقتها. تمام. وتعرفي ازاي الكيكه بتاعتك نجحت، تحط السكينه كده جوه في نص العجينه، في نص الكيكه، هتلاقيها طلعت نظيفه. لو طلعت نظيفه يبقى كويس كده، استوت معاكي وحلوه جدا. لكن لو ما طلعتش، طلعت كده فيها شوائب وحاجات، لا لسه لازم تستنى عليها شويه. وكان عندي اللي هي القوالب بتاعه الكب كيك، فقلت استغل الفرصه واعمل للعيال منها، بيحبوها قوي طبعا وجميله وحلوه جدا، ومعموله في البيت، حاجه كده مضمنينها ومعموله في البيت على ايدينا. طلعت طبعا الكيكه من الفرن. وبعد كده رحت جبت الكوبايه اللي انا نقصتها من الخليط اللي انا عملته في الاول خالص ده، ودلقته عليها طبعا لما تكون بردت خالص، علشان ما تعجنش معايا، لازم تكون بردت خالص خالص، ارتاحت كتير قوي. وبعد كده بحط طبعا على الكب كيك الحته معلقه صغيره كده على من الخليط، لكن الصينيه طبعا بحط فيها الباقي كله. زي ما انتم شايفين الخليط كتير قوي وحلو وجميل، وكل ما يكون خليط كتير كل ما يكون حلوه. وزي ما انتم شايفين الكيكه ما بتبقاش عاليه، هي بتبقى يعني سمكها مش عالي قوي. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلوه قوي وجميله جدا. يا ريت تجربوها، هتعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجديده. مع السلامه.